طيب والله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا، أصحابكم فيها شهاب راية والمستهل بأهم وأبرز ما جاء فيها. رئيس وزراء إثيوبيا يزور إريتريا. إصابات جديدة بفيروس كورونا. تطوير مستشفى مصوع بالقدرات البشرية والمعدات. قتلى في هجمات على قريتين جنوب غرب النيجر. واشنطن تؤكد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين. ومصرع 3 أشخاص جراء زلزال شمال غربي الصين. مرحبا بكم. وصل أسمر عصر اليوم رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الدكتور أبي أحمد في زيارة عمل للبلاد تستغرق يومان، وكان في استقباله لدى وصوله مطار أسمر الدولي فخامة الرئيس إسياس أفورقي. وسيبحث فخامة الرئيس إسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية. يرافق رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد في الزيارة وزير الدفاع الدكتور قينا ياديتا ووزير الاختراع والتقنية الدكتور أبراهام بلاي. حضر مراسم الاستقبال وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني جبراب. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 25 من مارس في مراكز العزل في الإقليمين الجنوبي والغاش باركا أظهرت إصابة 9 مواطن بفيروس كورونا، وأصيب 7 في الإقليم الجنوبي، 6 منهم في دباربا وواحد في عرزة، و2 في إقليم الغاش باركا، 1 في أديبرا وواحد في غردات. في غضون ذلك توفيت امرأة تبلغ 80 عاما أثناء تلقيها الرعاية الصحية في مستشفى منفرة. وبهذا بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 3192، شفي منها 2962، ووفاة 9 مرضى، ولا يزال 221 مصاب كورونا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 25 من مارس 2021. أوضح المدير الطبي لمستشفى مصوع الدكتور برهة تصفاي تطور الخدمات التي يقدمها المستشفى لتجهيزه بالقدرات البشرية والمعدات الحديثة، وأشار القيام باستثمار كبير في القدرات البشرية والمعدات في المستشفى إلى جانب تطوير البنى التحتية. وقد تم إدخال أجهزة ومعدات فحوصات أمراض القلب والموجات الصوتية والتخدير والتحاليل الطبية والأشعة الرقمية وتحاليل مرض السل، وكذلك معدات الجراحة وطب العيون، بالإضافة للعمل الرقمي للخدمات الصيدلية. وذكر الدكتور برهة تصفاي ارتفاع عدد الأطباء من 4 إلى 12 طبيبا، وأطباء الأسنان من 2 إلى 5، ليسهم ذلك في الخدمات الصحية المقدمة، خاصة رعاية الأمومة والطفولة. يقدم مستشفى مصوع الخدمات لسكان مديريات قلعلو وفرو ودهلك ومصوع وشعب وأجزاء من مديرية جندة. قررت 6 قرى في ضاحية فلكت بمديرية أفعبت التجمع في مكان وسط. وأوضح ممثلي القرى 6 لدى لقائه مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب، أوضحوا أن عملية التجمع ستنفذ قريبا في منطقة روشان. وأوضح السيد أحمد محمد نور رجب أن الحكومة ستقوم بإرساء مؤسسات الخدمات الاجتماعية الأساسية بعد تنفيذ عملية التجمع، مشيرا إلى إقامة لجنتين لتنسيق العملية. وأكد المشاركون في الاجتماع على العمل لبناء الطرق والحفائر مناشدين الحصول على الدعم الحكومي. وعلم أن السكان بدأوا مبادرة بناء مدرسة في القرية المختارة لتجميع القرى.
مشاهدينا الفاضل، فاصل قصير ثم ننبع على الصعيد العالمي. قال مصدر أمني كبير إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا في هجمات على قريتين في منطقة تيلا بيري في جنوب غرب النيجر. يذكر أن الأعلام قد نكست في وسائل الإعلام الحكومية مع بدء النيجر فترة حداد وطني مدتها 3 أيام على 137 قتيلا سقطوا في هجمات منسقة على قرى في جنوب غرب البلاد. وحمل مصدر أمني مسؤولية الهجمات التي نفذها راكبو درجات نارية في منطقة تاهو النائية قرب الحدود مع مالي على جماعة محلية تابعة لتنظيم داعش. وأعلنت داعش مسؤوليتها عن هجمات سابقة على قوات الأمن وعمال قاسة فرنسيين، وقالت الحكومة إنها تجري تحقيقا في الهجمات. قالت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيط الهادي إنها تراقب الوضع وتتشاور مع الحلفاء بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية، وأضافت أن إطلاق بيونغ يانغ الصواريخ يبرز التهديد الذي يشكله برنامجها غير المشروع للأسلحة على جيرانها والمجتمع الدولي. وكانت شبكة CNN نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى تأكيده أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى وفق تقييمات استخبارية. وقد أعرب مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية عن قلقه البالغ إزاء الخطوة التي أقدمت عليها الجارة الشمالية. ومن جهته قال رئيس وزراء اليابان يوشيدي سوغا إن إطلاق بيونغ يانغ صاروخين باليستيين يشكل تهديدا لأمن اليابان والمنطقة. وأحدثت بيونغ يانغ تقدما سريعا في مجال تطوير قدراته الصاروخية في عهد زعيم كيم جونغ أون، إذ أنها اختبرت في 2017 في ذروة التوتر بينها وبين واشنطن صواريخ قادرة على الوصول إلى البر الأمريكي بأسره. أفادت وسائل الإعلام الصينية بمصرع 3 أشخاص جراء زلزال بقوة 5.4 درجة ضرب شمال غربي البلاد بحسب روسيا اليوم. يذكر أن ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر منطقة تشينغ يانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين دون ورود أنباء فورية حول وقوع خسائر بشرية أو مادية. وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل أنه رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات في محافظة بايكينغ بمنطقة شينجيانغ، وأرسلت مديرية الإطفاء بالمنطقة 3 سيارات إطفاء و12 من رجال الإنقاذ إلى مركز الزلزال، فيما ظلت شبكة الطاقة الكهربائية تعمل بشكل طبيعي. تمكن أطباء في تايلاند مؤخرا من تخليص رجل كان يعاني من أوجاع في منطقة البطن من أكبر دودة شريطية سجلت في البلاد خلال الأعوام 50 الماضية. وبحسب مركز أبحاث الأمراض الطفيلية في تايلاند، فإن طول الدودة التي استخرجت من بطن الرجل الذي لم يكشف عن اسمه بلغ 18 مترا. ويعتقد الأطباء أن سبب ظهور هذه الدودة في بطن الرجل يعود لتناوله لحم بقري ني يحتوي على يرقات. ويطلق العلماء على هذه الدودة اسم شريطية البقر، وتدخل جسم الإنسان بعد تناوله للحم البقري غير المطهو بشكل جيد. ووفق الدكتورة شاوانيا راتان بيتون من مركز أبحاث الأمراض الطفيلية، فإن هذه الدودة قادرة على العيش في الجسم البشري لأكثر من 30 عاما. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.